السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة بلبل فوت. اليوم باش نحكيو على ثلاثة مهاجمين جدد إن شاء الله باش يكونوا موجودين في قائمة المنتخب التونسي، وباش نحكيو على تألق اللاعب سيباستيان تونكتي، وباش نحكيو على آخر أخبار المنتخب التونسي واللاعبين الدوليين. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى الناس الكل صليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبداو بأنيس بن سليمان. أنيس بن سليمان واللي كسر في أرقام قياسية، حاليا كسر رقمه الشخصي لأكثر عدد موسم صناعة وتسجيل. حتى مع أنيس بن سليمان رقمه الشخصي كأكثر موسم سجل وصنع وساهم فيه بالأهداف في مسيرته مع الأندية. 9 مساهمات تهديفية في 11 مباراة فقط، سجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف. 67 دقيقة للمشاهدة في كل هدف، 7.6 معدل تقييم سوبر سكور في كل المباريات. فورمة كبيرة لأنيس بن سليمان. عمل تقريبا 90% من المباريات يا إما يعمل أسيست وإلا يسجل هدف، واللي هي حاجة باهية برشا. إن شاء الله الموسم القادم باش نشوفوه في فرق باهية، إن شاء الله نشوفوه في البريمير ليج بما أنه يلعب حاليا في الشامبيون شيب. نعرفوا فما برشا أندية من البريمير ليج تاخذ لاعبية من الشامبيون شيب، وإن شاء الله المستوى هذا يترجم على المنتخب التونسي. إن شاء الله أنيس بن سليمان يستمر الاستمرارية هذه. نمشيو لخبر آخر رسميا، المنتخب الوطني تحت 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان سيخوض 2 مباريات ودية في العاصمة أبيجان ضد المنتخب الإيفواري يومي 27 و 30 مارس المقبل. كل التوفيق لمنتخبنا تحت 23 سنة. نمشيو للاعب الخارق واللي قدم في مردود كبير برشا، واللي هو سيباستيان تونكتي. سيباستيان تونكتي كالعادة يبهر ويمتع بهدف آخر عالمي. سيباستيان تونكتي في مباراته الأخيرة مع فريقه سلتيك، اللي دخل في الشوط الثاني فريقه سلتيك في الشوط الأول خرج خاسر 2 بلاش. والحقيقة والله صارت لي قصة في الحكاية ذي. قاعد يعني نشوف في فريق سلتيك في سوفا سكور شنو هو قاعد يعمل، نشوف فيه قبل البونتو الأولى قبل البونتو الثاني، وسيباستيان تونكتي يعني ما هبطش في التشكيلة الأساسية. يعني عرفتك اللي جات لمخي إنه باش يهبط ويمركي. والله كيما نحكي لكم بالضبط، هبطت في الشوط الثاني ديريكت. أول ما رجع الشوط الثاني هبطت في الدقيقة 47. في الدقيقة 56 يعني سجل هدف في تدليل الفارق الأول، وبعد زملائه سجلوا الهدف الثاني والثالث، واكتملت الريمونتادا. تقريبا فريق السلتيك كل ماتش يربحوا بريمونتادا. سيباستيان تونكتي سجل في المباراة الثالثة على التوالي. خلينا نشوف مع بعضنا الهدف. شوفوا سيباستيان تك يدخل تك ارتو يحطها في البعيدة ديريكت، هدف عالمي من التونكتي. ومش هذا كهو، وزيد يتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. اللاعب هذا الصراحة قيمة كبيرة برشا باش يكون إن شاء الله في المستقبل مع الأندية إن شاء الله الكبيرة ومع المنتخب التونسي. وإن شاء الله من هنا الموسم يعني الجاي في الصيف يعني الجاي إن شاء الله باش نشوفوه في أحد الأندية الكبيرة أو المتوسطة في الدوريات الخمسة الكبرى. سمعنا اللي نابولي تحب عليه، علاش ليه نابولي ولا حتى أكثر من نابولي. كما نشوفوا مع بعضنا 4 مساهمات تهديفية في 3 مباريات، سجل 2 أهداف وصنع 2 أهداف. 46 دقيقة للمساهمة في كل هدف. 8.1 هو المعدل من سوفا سكور. يعني فورمة كبيرة للتونكتي، إن شاء الله يستمر على المنوال هذا، وإن شاء الله يترجم المستوى هذا مع المنتخب التونسي في التربص القادم في مارس، واللي باش يكون ضد منتخب هايتي وضد المنتخب الكندي إن شاء الله يومي 28 تقريبا 31 مارس. وإن شاء الله المستوى هذا يستمر لكأس العالم ونشوفوه يعمل مستوى كبير مع المنتخب التونسي. نمشيو ثلاثة مهاجمين جدد اللي باش يكونوا معانا في المنتخب التونسي. الثلاثي لؤي بن فرحات وريان اللومي وعادل بالطيب ضمن القائمة الموسعة للناخب الوطني الجديد. ريان اللومي واللي حكينا عليه برشا مرات، واللي ما تمش استدعائه في المعسكر اللي فات يعني في معسكر كأس إفريقيا، واللي تقريبا المنتخب الكندي تحرك يعني بعد ما تمش دعوته للمنتخب التونسي، والحمد لله باش يكون موجود في القائمة الموسعة المنتخب التونسي، وباش يكون معاه اللاعب عادل بالطيب، وباش يكون معاهم لؤي بن فرحات، واكيد باش يكون معاهم فراس شوات بحكم هو هداف البطولة. أليسون سانتوز بدا ياخذ في فرصة مع نابولي، والبارح سجل هدف ضد روما وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة
مع التصريحات الباردة للمنتخب الوطني صبري اللاموشي والمدير الرياضي الجزيري مؤخرا في الندوة الصحفية، فهمنا أن هذا اللاعب لن يكون مع المنتخب التونسي على الأقل في الأشهر القليلة القادمة. لاعب كبير يعني كان ممكن تكون فما إضافة كبيرة للمنتخب التونسي بعد قدوم اللاعب هذا، مش حتى يعني باللاعب هذا في حد ذاته، حتى بالملاعبية اللي يشوفوا اللاعب كما أليسون سانتوس بالقدرات اللي عنده بالفريق اللي يلعب فيه حاليا واللي هو نابولي، وحتى فريقه السابق لشبونة يبقى اسم لشبونة في الكرة الأوروبية. يعني خسارة كبيرة برشا لسان سانتوس. إن شاء الله مازالت فما الفرصة، يعني ما تمش الرفض بصفة قاطعة، ولكن حسب يعني تصريحات الجزيري اللي يقول إنه صعيب برشا أليسون سانتوس يكون موجود للمنتخب التونسي. أي أخبار أو أي يعني شيء إن شاء الله باش نكونوا موجودين. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، ما تنساوش تصليوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كان معكم بلبل من قناة بلبل فوت. سلام.